بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. تعالي شوفي بقى، انا عملت البوتاجاز بتاعي كده، رجعته كأنك لسه جايباه من الشركة بالظبط، بشوية كده تفاصيل اعرفيهم بقى كده بعد ما بنخلص بقى الشغل بقى في رمضان وكل الهلك اللي احنا كنا بنعمله ده. اعملي الحكاية دي حتى لو مرة في السنة، تخلي بوتاجازك كده يفضل جديد طول الحياة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ازاي. بقولك يلا هنعمل البوتاجاز بقى، وهنعمل الشفاط التربو ده. في ناس كتير ما بتبقاش عارفه تغسله ازاي. هقول لك انا بشويه حاجات كده هتريحك من كل الدوشه بتاعت الشفاط دي، لما بيكون عليه دهون كتير على السلكه الداخليه وعلى الفلاتر بتاعته. هشيل الورق بتاعي دوت. اولا الورق ده انا بينفعني جدا، بيخليليش ورا البوتاجاز ده في اي حاجه، ما بحتاجش ان انا بقى اقعد اغسل ولا اتعب نفسي. بشيل ورقه الجنب، ورقه اي بوتاجازك في النص خلي الورقه في الظهر بس. لو بوتاجازك بقى في الجنب زي كده، يبقى تحطي واحده على الجنب وواحده في الظهر بتاع على غطا البوتاجاز. انا ما عنديش غطا بصراحه. الغطا بتاعي كان مره كده اتخلع من الشركه ووقع اتكسر، الحمد لله يعني. هزق بقى البوتاجاز بتاعي كده عشان اقدر اجيبه كده قدام الكاميرا كده بالظبط. وتمسكي بقى البوتاجاز كده، هشده شده حلوه على قد ما الخرطوم بقى بتاع الغاز هيجيبه لحد فين. جابوش غير الحته دي بس كده بالظبط. هسيبه بقى. اول حاجه هعمل هشغل الفرن بتاعتي تسخن شويه. سخني الفرن بتاعتك، سيبها تسخن كده حوالي 10 دقايق، مش اكتر من كده. وهنرجع لها تاني بعد 10 دقايق. هنبتدي بقى نعمل هفك الشفاط. والشفاط ده بقى التربو دوت اللي بيبقى الناس عايزه تغسله. بتفكيه بقى، بتبقى متعلمه بقى من المهندس ازاي ان انت بتفكيه. ومش هو بيبقى كليبسين كده بيتفكوا وخلاص، بيخرج معاكي بقى السلك بتاعه اللي جوه دوت. وهو مجرد الشبكه والخارجيه والشبكه الداخليه. وهاخد بقى العيون بتاعتي دي، هشيلها من على البوتاجاز واشيل الحوامل. الفرن بتاعتي بتسخن بقى من تحت. العيون دي بقى ما هبعدها خالص، عشان انا لما تيجي ترش كده ما تجيش على العيون حاجه. العيون بتبقى الومنيوم، فبتتبهدل من اي باور بقى، او اي حاجه كده عندك بتاعت مزيله للدهون. بصي بقى، انا هجيب بقى الشفاط وتعمليه على البخاخ مش الرشاش، على البخاخ نفسه. وتمسكي بقى الشفاط وتديله كده كام بخه وتسيبيه شويه. اي شفاط عندك بقى. انا مش بحب اعمل بقى موضوع اللي حطي بقى الليمون على كربونات وعلى مش عارف الحاجات دي، ما بتجيبش نتيجه زي ما بتجيبي برضو حاجه الشركات. بتخلصك بسرعه وبتريحك. وهي لو انت بتتضايقي من موضوع حطي كمامه. لو انت بتتخنقي من الموضوع الرش دوت بيتعب لك صدرك، تشيلي منه والانف كده، ربع حطي كده كمامه. انا عشان مش مسخنه الفرن، هسيب الشفاط ده كمان يسخن معاه، ومش هيتقفل عليه بس هسيبه يسخن شويه كده وهو بياخد السخونه مع الفرن كده. وبعد كده هنشوف. بص بقى، الشفاط نزل حاجات كده من تحت فين في قلب الارض كده. وانا همسكه بقى كده اهوت، شيلته على جنب وهطلع. ودخلت الحوامل هي كمان بعد ما شلت الشفاط. خدت الحوامل حطيتها ورحت مدخله بقى الحوامل كده اهوت. خدت 5 دقايق بعد ما اديتها بختين وسبتها بره. هي والشبكه هسيبهم بقى اعملهم مع نفسي على الحوض. همسك بقى قماشه مبلوله بعد ما كده اجيب الفرن كده، اديتها كام بخه واروح ماسكه بقى. هتبص تلاقي بقى كام بخه كده. اول ما تشيله بصوا، مسافه ما بتحطي مسافه ما بص بتلاقي ما بتلحقيش. هتيجي في الفيديو بس وانا برشه. بس انا بجيب لكم الانجاز من الاخر كده، عشان الناس اللي بتحب تخرج من الفيديو بسرعه يعني وعايزه تعرف الخلاصه. فمقدمه مقاطع على مقاطع. بمسك بقى تبلي بقى ليه، لان هي الفرن بعد انت ما رشيتي فيها هتبقى نشفت. فبتبلي كده فوطه مبلوله، وانا جايبه لكم فوطه بيضه عشان تبقى باينه كل حاجه على وضوح. ورحت ماسكه بقى كل الفرن كده من هنا ومن هنا ومن الجناب ومن الداخل. بتبلكوا الفرن انها نظيفه، بس بقى عند وقت بتعمل كل الرواسب دي والاتساخات جواها. مهما كان، مهما تحاولي تحافظي وتغطي الصواني بورق فويل او اي حاجه، بيحصل برضو طرطشه. والبخار اللي بيخرج ده مشبع بالدهون، بيجي على الجناب وبيرجع مع الوقت بيسدلك الفرن عندك. وبيخلي لك الفرن ما تشتغلش كويس، ويبقى بشكل حاجه وحش، ونرجع نقول عايزين نغير البوتاجاز. لا، بايدينا ان احنا نصلحه، وبايدينا ان احنا نخليه نضيف كده ويبقى شكله جميل. انا بس مش عايزه عشان ما اجيش كل في الكاميرا، بحاول بقدر المستطاع. بصوا دي الفوطه بقت ما شاء الله. ده لسه بقى اللي جاي بقى. هو كده الموضوع خلص؟ لا، ده احنا لسه هندي كام بخه تاني. وبسيبه تاني، بجيب البخاخ وببخ. بصي كام بخه تاني
خلاص انا كده مسحت اول ايه طبقه، هرجع اعمل تاني بحيث ان انا ايه اخد الطبقه اللي بعديها بتبقى فيها شويه كده، وخصوصا الباب كده بديله هو كمان وكده، وحرف البوتاجاز من بره ده كله هيبان عندكم. وبيخلص امتى؟ اول ما بتعملي الفرن وتقفليها، خلاص احنا مش مشغلينها بقى، احنا طفيناها اول مره ما تشغلهاش تاني. بصوا بقى بعد شويه كده هجيب فوطه تانية، خدت الحوامل كده على الحوض وراح بغسل فيها وانا شغاله بقى في الفرن، يعني بس بخيت الفرن وسبتها، وبعد كده بعد 10 دقايق بعد ما خلصت الحوامل والشبكه، بصوا بتطلع تاني وتاني لحد ما تبص تلاقي ما فيش حاجه بقى. هنجيب بقى فوطه مبلوله وهنشتغل بقى تاني بشويه صابون، هنريح بقى نفسنا بقى ايه من موضوع الفوطه الناشفه دي. هي كانت مبلوله ميه بس، احط بقى شويه صابون خلاص بقى الغسله الاخيره. الغسله دي بقى خلاص بقى عشان انا كده هخلص، وهمسح بوتاجازي من فوق وهوريته لكم في اول الفيديو. تخليه بقى بوتاجازك كده كانك لسه جايباه جديد. بصوا انا بحاول انزل لكم الكاميرا شويه، بصوا خلاص بقى هو النظافه بتاعته خلاص لمع وبقى شكله جميل وكانك لسه جايباه جديد. شويه مزيل كده بيريحوكي من كل الهم ده يعني. وهشد الشبكه دي بره الصاجه دي، وهمسح بقى تحت فين عند الفواني من تحت كده، هنضف بقى اي حاجه بتبقى واقعه، عود كبريت اي حاجه. واقول لكم باي في فيديو جديد.